السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وقت ما يوصلكم الفيديو تاعي يلقاكم مهنيين وفي احسن الاحوال ان شاء الله. قبل ما نبداو نشوفوا الفيديو تاعنا تاع اليوم، نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه وافضل التسليم. الفيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا هي وصفه تاع بسبوسه الشوكولا ولا كيكه بالسميد والشوكولا، تجي اكثر من رائعه، مشربه بنينه بنينه بنينه، ما عندي ما نقولكم فيها. مقادير بسيطه، طريقه التحضير كذلك كما ولفتوني. نبغي حاجه هكا خفيفه وتجي بنينه، نوجدوها هكا لوليداتنا كي يخرجوا من المدرسه يسيبوها، بنتها اكثر من رائعه كما راكم تشوفوا، مشربه القلب تاعها كاع مشرب، تجي هايله، ما عندي ما نقولكم. تبعوا ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير، وان شاء الله تحضروها وتفرحوا بها العائله تاعكم وترجعوا لي في لي كومونتير. ودائما حبيباتي نوصيكم ونأكد لكم على الجاب ما تنساوهليش، واللي مازال ما تشترك تدخل تشترك، تتفضل تشترك، تفعل زر الجرس بيوصلها اخر فيديوهاتي. نبداو على بركه الله في الفيديو تاعنا تاع اليوم. هنا كما راكم تشوفوا عندي في ريسيبيون حطيت 3 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه. دائما ناكد لكم على درجه حراره الغرفه. البيض ديجا تجبدوه من قبل باه الكيكه تاعكم تنجح لكم. هنايا عندي كاس تاع سكر عادي تاع القهوه كما راكم تشوفوا، نديرها فوق البيض. نزيد له هنايا رشه خفيفه تاع الملح اللي دائما نوصيكم ما تنساوهاش، لخاطرش دير واحد الفرق كبير في الحلويات تاعنا. فوالا درت الرشه تاع الملح، ونبدا عيب الفوي عادي، ما كان لا باتور لا والو، عيب فوي بيدك وتبداي تخدمي فيها مليح 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 كما راكم تشوفوا. ندرب هذاك البيض مليح مع السكر، تنحس باللي حبيبات السكر كاع دابوا، والخليط كيما راكم تشوفوا تغير اللون تاعه. هنا نبدا نضيف في الزيت تاعي مي على دفعات كيما راكم تشوفوا، ما تفرغوش الزيت ضربه واحده. دائما ناكد لكم على الزيت، لخاطرش كي نفرغوا الزيت ضربه واحده على هذاك السكر تاعنا وكاع يعاود يبرك لنا اي حاجه خدمناها، ما تخرجش هشيشه وخفيفه. كملت الكميه تاع الزيت تاعي مع التضرب كيما راكم تشوفوا. شوفوا الخليط هنا تاعي كي ولا، قلت لكم عيب الفوي تاع اليد، مي لازمكم تخدموه مليح تذوبوا هذاك السكر مليح مليح. فوالا شوفوا الخليط اللي تحصلت عليه. هنا عندي علبه تاع ياغورت عادي، هنا بغيت نعبرها لكم بالكاس كما راكم تشوفوا، ما بغيتكمش نوري لكم العلبه اللي استعملتها باه ما تتقيدوش بالنوع اللي خدمت به. اي ياغورت يكون عندك، كون لا بغات يكون عندك هذاك تاع القرعه ومعليش، عبري حوالي نص كاس كما شفتوا وبداي تخدمي به. انا دائما كانت عندي تاع القرعه ندير، كان عندي ياغورت نورمال هذوك تاع لي بواط ندير علبه تاع. هنايا انا درت بالذوق تاع نوات كوكو، يجي ما شاء الله ياغورت بذوق النوات كوكو، ولا ديروا لافاني ولا اي ذوق يكون عندكم. فوالا هنايا عندي كاس تاع سميد كيما راكم تشوفوا، كاس معمر مليح، كاس بومبي تاع سميد. انا استعملت هنا موله، هذاك اللي كاتبين فيه غليظ ماشي هذاك اللي كاتبين فيه نصف غالي دومي غرو، لا كاتبين فيه غليظ، هذاك هو اللي استعملته. بليتو ماشي الغليظ، متوسط، سمحوا لي متوسط، كاتبين فيه متوسط. فوالا سمحوا لي على الخطا، استعملت قلت لكم ماشي عمر بن عمر، موله هذاك البلو المتوسط. فوالا هنايا حوالي نص كاس تاع كاكاو، بيعاد 3 مغارف معمرين مليح تاع كاكاو. نزيد لهم هنايا 2 ساشيات تاع خميره الحلويات كيما راكم تشوفوا فوق الكاكاو وفوق السميد تاعنا، ونبداو نخلطوا كذلك بالفوي. قلت لكم عادي ما غادي نستعملوا لا باتور لا والو. هنا نحاول نخلط مليح باه يتجانسوا كاع المواد تاعي، الكاكاو السميد. فوالا ناكد لكم ونعاود لكم، السميد غلط. انا اليوم خدمت بموله، علاه راني ديمي غو راني نهضر، خدموا بالمتوسط هذاك لي ساشي تاعه يجي ازرق، انا خدمت بالموله. فوالا هنا هود كاع الحواف وعاود هكا ضربت مليح مليح باه ما يقعدوليش لي كريمو تاع الكاكاو. بورتو راني مراخراتو مغربلاتو، بصح رانا عارفين الكاكاو بالخوف يتكتل. هنا جبت البلاطو تاعي دهنته عادي بشويه تاع زيت ورشيته بالسميد اللي استعملته. السميد قلت لكم اللي هو متوسط. فوالا شو الخليط تاعي هنا كي خفيف. هنا من الاحسن نزيدو كبروا شويه المول، هذا مكان. هنا نفرغ الكميه الخليط تاعي كيما راكم تشوفوا، وندخله الفرن مسخن مسبقا 180 درجه، حوالي ما يديناش الوقت بزاف، حوالي 30 ل 35 دقيقه. في الحق انا داري اكثر لخاطرش في النص تاع الطياب
اطفالي الضو، صرات كارثه. مي الحمد لله دوك شفتوا معايا النتيجه، كاع تفضوا في وسط الطياب وحوالي واحد 10 دقائق، ومن بعد عاود شعل بين الكيكه تاعي جات ما شاء الله. فوالا هنا الخليط اللي غادي نسقوا به الكيكه تاعنا اللي هي بسبوسه الشوكولا. هنا عندي النصف علبه تاع شوكولا، 50 غرام تاع شوكولا. هنا خدت شوكولا نوار، واه كاس تاع حليب وزوج مغارف معمرين تاع كاكاو، الكاكاو هذاك البني. فوالا هنا درت الحليب تاعي، نزيد لهذاك الكاكاو. والكاكاو ديروا بالصفايه، غربلوه ما ديروش مباشره، غادي يغبنكم من بعد يجيكم هكا كي الكتل هنايا كيما هكا ويغبن. شتو الكاكاو كي يتخلط مع الحليب ولا مع زيت ولا كيدير هذوك لي غريمون كيما هكا، والبنه تاعهم ما يجيش هكا شابين في الذوق تاعو. فوالا هنا نبدا نفرغ في الصفايه تاعي مليح مليح كاع هذاك الكاكاو تاعي نزله، ومن بعد نزيد نضيف له هذيك 50 غرام تاع شوكولا. هذا الخليط نستعملوه باه نسقوا به البسبوسه ولا الكيكه تاعنا. فوالا فرغت هذيك الشوكولا ونحطها فوق النار. النار تكونوا منقسينها شويه، ما تخلوهاش متجهده مع التحريك، ما توخروش يديكم باه ما يسقلكمش هذاك الكاكاو والشوكولا من تحت وتنحرق لكم وتجي البنه تاعها ماشي شابه. فوالا هنايا حطيتها فوق النار وراني بلا سباتول نحرك حتى نحس كاع كلشي يداب، وبسم الله تبدا تشد في الغليه تاعها وانا نطفي لها درك كيما راكم تشوفوا. هكا نحاول نذوب هذيك الشوكولا تاعي، ما غاديش تشد لكم بزاف، حوالي واحد 10 دقائق وانتم واقفين هكا على النار. حوالي شوفوا كي يبدا هكا لي بوغ يبداو يغلو تحبسوا عليها كيما راكم تشوفوا. هنا شوفوا الخليط اللي تحصلنا عليه كيما راكم تشوفوا، يجي خليط ثقيل وبنته ما عندي ما نقولكم بنين وما شاء الله. هنا كيما راكم تشوفوا فرغته في ريسيبيون ونخليه يبرد تماما. لازم الكيكه تكون بارده الكيكه تكون حاميه، جوست تخرجوها تبداو نسقوا بها بهذا الخليط، والخليط يكون بارد تماما. هنا بعد لي طابت الكيكه تاعي كيما راكم تشوفوا البسبوسه، بديت هكا ندقق فيها كاع من الفوق ونسقي فيها. انا شدت لي قلت لكم 30 دقيقه، هذيك هي قلت لكم انا شدت لي لاخاطرش الضو طفى الكوشه حبست راكم عارفين. مي الحمد لله جات في الصواب وجات في السلامات. عير هبطت شويه هذا مكان، مي جات خفيفه وما شاء الله. دوك تشوفوا هنا نسقيها كاع كامل بهذاك الخليط ونخليها تتشرب. هي كل ما تتشرب هذاك الخليط وتبرد تماما عاد باه تبداي تقدمي فيها تجي ما شاء الله. شوفوا من الطبقه من فوق ما ديروا لها لا كلاصاج لا والو، تجي كلي درتو لها كلاصاج تاع شوكولا من فوق تجي هايله. وانا هنا تاني كنت مرا اخرى مبريسيه شويه ما خليتهاش حوالي واحد الساعه مابا، قسمتها وقدمتها لكم كيما راكم تشوفوا. تجي ما شاء الله، تجي اكثر من رائعه، بنتها هايله كيما قلت لكم. خلوها تريح. فوالا شوفوا هنايا كي تجي مشربه، حاولت هكا نبين لكم الصوره مليح مليح باه نبين لكم بتجي مشربه القلب تاعها وتجي خفيفه 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 ما شاء الله. مع لاتاي انا هاد الوصفات اللي هكا اللي يجوا مشربين نبغيهم مع لاتاي يجوا ما عندي ما نقول لكم. هنا قسمت لكم بغيت نوري لكم حتى من الداخل كي تجي خفيفه 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 ما عندي ما نقول لكم. فيها بنه اكثر من رائعه. نتمنى ان شاء الله بربي تجربوا هذه الوصفه وترجعوا لي في لي كومونتير. وما تنساوليش حبيباتي دائما نوصيكم الجام والاشتراك اللي مازال ما تشترك تتفضل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس بيوصلها اخر فيديوهاتي. ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الرحمن وسلام الله عليكم. سلام.